كلمة سوبر هيرو، ما هو أول شيء يخطر على بالك عند سماع هذه الكلمة؟ قد تكون رمزا للأمل، منارا للعدالة، شخص يقاتل من أجل الخير، وهو أمر صحيح لأن الأبطال يقاتلون تقليديا من أجل ما هو صحيح، والأهم من ذلك أنهم يقاتلون من أجلنا. لم تفكر أبدا في شعور الذي يجب أن يكون عليه الأمر، ومدى الرعب الذي يجب أن يشعر به الأشرار عندما يضطرون إلى مواجهة أشخاص لديهم قوة من عالم آخر، في بعض الأحيان على استعداد لفعل أسوأ ما لديهم. ولكن هل تعلم ما هو الأسوأ وما هو الأكثر رعبا من ذلك؟ مواجهة شخص يفعل هذا من أجل حب اللعبة. بس خليني بس اقول الجملة دي. على الرغم من جمدان باتمان ومدى سوء التعامل معه، إلا إذا كان لدي الخيار بين القتال مع أي نسخة من باتمان مقابل روبن على وجه التحديد روبن ده، فأنا أختار باتمان في كل fucking مرة every single fucking time. ولكن قبل ما أوريكم مدى التراب وعظمة روبن ده، خلينا أعرض لكم الفريق اللي هو مش عضو فيه، هو الفاكينج قائد. تيم تانكس، عندك ستار فاير فضائية تقدر تطلق ضربات طاقة وتطير بسرعات عالية. السايبر جوه حرفيا نصف بشري ونصف آلة، مدمج بتكنولوجيا المذر مدمج بتكنولوجيا المذر بوكسز بتاع دارك سايد. ريفن نصف انسانة نصف شيطانة، هي حرفيا سيدة الظلام واي حاجة دارك بيس بوي، حرفيا هو شخص متحول الشكل. والروبن هو حرفيا بدون اي قدرات خارقة ومع ذلك اقواهم، وهثبت لك دلوقتي. اسمح لي بعرض الحلقة الاولى من المسلسل اللي بتبدأ بقتال مع ستار فاير، وعندما تنظر الى المباراة على الورق هتقول اكيد هتمسح بالارض، ولكن لا، كان في قتال وكان قادر على توجيه الضربات. لا بس مش ده اللي بتكلم عنه. بص على دي، ده عصايه معدنيه اعتقد انها من التيتانيوم معرفش، المهم بيها دفعات ورا زي 40 متر في السياره، ومن قوة الدفعة حطم السيارة. ودي مش عصاية كبيرة مش شكل هزلة أو ثقيلة أو أي حاجة، ده عصاية بحجم المشي أو مثل تلك العصا التي يمشي بها كبار السن. هل تفهم؟ أنت فاهم أنت إزاي؟ أنت فاهم أنت لازم تكون قوي إزاي علشان تعرف تعمل حاجة زي دي؟ أعرف ما يفكر فيه بعضكم الآن، دي مجرد لقطة هزلية أنا ماشي كده، ده حاجة وخلاص. طب شوف اللقطة اللي جاية دي، هما دلوقتي بيقاتلوا السندر بلوك، مخلوق كبير جدا واللي هو مصنوع من الخرسانة الصلبة، وستار فاير مع كامل قدراتها وقوتها وكل الحاجات دي توجه له ركله وما تعملش اي حاجه حرفيا. سندر بلوك ما حسش باي حاجه، ولكن هنا يجي روبن من العدم يطير عليه بركله في نفس المكان اللي ركلته فيه ستار فاير قبل كده بالظبط، وطيره زي 20 متر لورا. ومش كده بس، في نقطه كمان في المعركه دي حيث روبن رفعه حرفيا وقلبه ورمى على الارض. التفسير الوحيد ده ان روبن واخد مصل طاقه وروبن معدل جينيا، ده حاجه مستحيله. الان قبل ما تقول اي حاجه، ده انا اعرض عليك هذا المقطع من الارك الخاص بيه. كان سليت في الحلقات اللي قبل كده كان حاطط على روبن، ولكن روبن في المقطع المحدد هنا التيز كانوا بيتعاملوا مع جيش روبوتات مستنسخه من سليت. افتكر اللي قلت لكم اقوياء جدا، حرفيا اي واحد منهم يقدر يهزم المستنسخين ده لوحده، ولكن المختل ده جعلهم يبدون كبيتر باركر قبل ان يعطلوا عنكبوت. يعني شوف حرفيا بيلغي كل هجماتهم قبل ما يعملوها، بس لانه راى وجه عدو عشان بس استشعر وجود سليد. شوف في العنف بس حرفيا هشم الروبوتات وكان مكمل عليهم، خلى التايتنز يقلقوا على صحة قائدهم، صحة سلامته العقلية. ولكن ما لم يدركوه ان صديقهم زعيمهم مجنون ببساطة. You and I are so very much alike. I'm nothing like you! You're a criminal, a psychopath. All you care about is destruction. Who are you? ويمضي قدما في هذا المقطع الأخير من الفيلم. كما تعلمون كانت تنزل عليهم الذهاب إلى طوكيو، وفي النهاية واجهوا جنود الحبر وتعاملوا مع ذلك. ولكن على أي حال لقاءه الأول كان مع روبن، كان قاعد بيستريح بس يقوم ده يرمي على قنبلة وينقشع الدخان. ولما روبن يشوف جندي الحبر ده، أوه فاك، روبن من ناحية أخرى لا يعرف من هم ولا يعرف ما هم ولا يعرف حتى السبب في وجودهم هنا. كل ما يعرفه انه وجد ضحيته التالية. اخونا ده بيحاول الطيران بعيدا، ولكن روبن يقول له فاك نو، يرمي بومرنج على حقيبته النفاذة يخليه يقع زي من الدار ال20. اي شخص عادي هيقول هنا
ده كفايه عشان يموت اي حد عادي، ولكن روبن مختلف. روبن سيمبلي ليس مثلنا بطريقه ما، فقرر انه ينط عليه من ارتفاع زي 200 متر. ده هو نسي ان في حاجه اسمها الموت، وكمان زي ما قلت لكم هو ملوش اي سبب انه يعمل كده. وكمان حاجه، الحذاء بتاعه مبطن بالتيتانيوم بالفولاذ انه مصمم للحاجات دي، ومع ذلك اختار انه ينزل بركبته. هذا الرجل هيهتم بالحياه يا جدعان. لو حد من عصابه شارب نص كيلو مخدرات مش هيعمل كده. وهنا سبب اختيار الباتمان، لانه على الرغم من جنون بروس في بعض الاحيان انه لا يفعل اشياء كهذه. روبن مش عنده ادنى اهتمام بالحياه، مش عنده ذره رحمه في وشه ولا في قلبه ولا في روحه، وكان بيحاول يقتل الراجل ده، وبطريقة ما الراجل ده فلت، قدر يعيش وفلت منه، واستطاع تمزيق بدلته واقناعه قليلا. الراجل الطيب ده ادرك ان روبن هيفشخه وطلع يجري. فروبن يعمل ايه؟ روبن يرمي قنبلة على الاعلانات اللي هو الراجل كانت قدامه. القنبلة دي تخليه يرتد في الاتجاه بتاع روبن. روبن يطير عليه، يكسر اللوحة الإعلانية، يوقعه من الارتفاع ده اللي على الأقل 150 متر، ويقع فوقه على الأرض. وروبن ما يتصابش بأذى، والجندي الحبر بيطلع في الروح، ومع ذلك روبن لسه بيرجمه ونزل فيه طح لحد ما في الآخر قتل في وسط ميدان شارع شيبويا. تعرف عنها شارع شيبويا؟ شارع شيبويا ده ما كان موجود في طوكيو، ومن موجود يعني المتشابهة بلا بلا بلا. الشيطان في السجن فيما يتعلق بما ألقى القبض عليهم. وبعد كل ده الحمد لله ان روبن هدي، وشرطة طوكيو قبضت عليه ودخلوه السجن، بغض النظر على مين اصلا اللي كان نصب الحاجات. المهم، ايه الغرض من الفيديو ده؟ انا عايز اشوف افظع السيناريوهات اللي ممكن يتحط فيها روبن. عايز اشوف روبن يكسر جدران ويهزم جنود لحاله ويكسر ويدعبك الدنيا زي هولك. انا عايز اشوف كل عضله وكل فيبرات في جسم روبن وهي بتوصل لشد العضله وتنفجر. روبن مختلف، ممكن يعمل اي حاجه حرفيا عشان يهزم عدوه. ممكن يزعل البنت اللي بيحبها. ألف فيلن قبل كده وفرش التايتنز كله. روبن سايكوباث. روبن لما يحط حاجه في دماغه انسى، مش هيطلع لما يعملها على حساب اي حد. شوف بس اللقطه دي. Robin, are you sure you really saw Slade? Saw him? I fought him! You think I did this to myself? Dude, this is the only way out, and we are standing here the whole time. No one got past us. No one was in here but us. I don't have time for this. I have to find those generators. There are no generators. There is no Slade. I know what I saw! I have to stop him. I'm the only one who can. And I'll take down anyone who gets in my way. God damn. السؤال الواضح، ماذا بحق الجحيم باتمان عمل روبن ده؟ ايه اللي حصل في روبن دي الماضية عشان روبن بقى كده، بقى اجريسيف كده؟ ايه نوع التدريبات اللي خاضها روبن اللي خلاه يحوله لآلة قتال، اللي خلاه يفوز في مسابقة حرفيا فيها صبي، شخص زي هيت بلاست اللي هو بتاع بنتين، شخص حرفيا كتلة نار، قذيفة نار، وويل ذا بيست كائن متحول او مستذئب، وسايبورغ وبيست بوي وسبيدي. قدر يغلب كل ده حرفيا. هو فك جاست قدم روبن لازم نتحدث عليها كتير. اعتقد ان مفيش حد بيتكلم عنها كتير، لان اي حد يقول لك روبن الايام دي من الجيل ده هيفتكر روبن ابو ايد صغير، روبن بتاع تيم تيدز جو اللي بيتهزق اللي بتاعي اللي ملوش لازمه. مش روبن ده اللي يرمي بومرينج وقنبله تجميد في نفس الوقت عشان يجمد مدام روج ويكسر امها. المهم روبن جامد، واحنا لسه محتاجين فيلم ديك جريسون.